يا هلا، بداية فيديو جديد. بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات طبعا. كان في ظروف، مفيش سبب يخلينا نوقف الفترة دي كلها. انا عارف، لكن كان في شوية ورق بقى وكده عشان خاطر التجنيد. المهم ارجع لكم بفيديو جديد. الفيديو المرة دي ازاي نجبر اليوزر انه يعمل ابديت زي اي ابليكيشن عليه عدد يوزر. لما بيرفعوا ابديت على المتجر بيجبروك انك اول ما بتفتح الابليكيشن بيقولك في تحديث، الاول حدثه وبعدين كمل شغلها، وبيسيب لك كده بوتن بتدوس عليه بياخدك على المتجر عشان تعمل ابديت. احنا موضوع الفيديو النهارده اننا نعمل كده. اولا شغلنا كله تو فانكشن. الفانكشن الاولى بنجيب بيها الكرنت فيرجن بتاع الابليكيشن اللي متثبت على الفون، والبلاي ستور فيرجن وده اللي نازل على البلاي ستور. اول حاجه دي السبلاش سكرين بتاعتنا، هكريت تو فاريبلز. اول واحد از نيد ابديت، بيشوف اذا كان الابليكيشن على الجهاز ده محتاج ابديت ولا لا، والاز لودنج بنشغل لودنج انديكيتور لغايه ما يخلص عمليه المقارنه. بعد كده انا عندي الانيشاليز اب حاططها في الانت ستيت. بعدين ناديت على الفيتش بلاي ستور فيرجن. الفانكشن دي هي اللي بتجيب التو فيرجنز اللي احنا هنقارن بينهم. تعالوا نكريتها. بعدين هتحمل لي باكج ابجريدر، هتكتب فلاتر باب اد ابجريدر ودوس انتر. انا طبعا محملها. اول حاجه هنمسح الكاش سيتنج عشان لو مكاش حاجه من قبل كده، وبعدين بنعمل الابجريد اللي احنا خدناه انيشاليز. الباكج دي هنعرف تو فاريبل. الفاريبل الاول بنقول ابجريد دوت والكرنت اب ستور فيرجن. كده انت جبت بلاي ستور فيرجن. طب هو بيعرف منين؟ الباكج عموما بتاخد الاي دي بتاع الابلكيشن ده وبتروح تفتش بيه الفيرجن اللي نازل. الكرنت فيرجن وده اللي متثبت على الجهاز بتقول فيرجن انفو دوت انستولد فيرجن. هنا عملت برنتايه بس خفيفه عشان نعرف اللي خرج معانا ايه. بنقول له لو الكونتين مش بنل هندخل في المقارنه. دي فانكشن لسه هنكريتها حالا، بتاخد الاتنين فيرجن اللي معانا وتقارن بينهم. هنكتبها دلوقتي بس خلينا نقول لو الفانكشن دي رجعت ترو فخليني از نيد ابديت دي بترو. تمام. غير كده خليها لي بفولس، لان هي لو قارن بينهم ورجعت ترو معنى كده ان البلاي ستور اعلى من الكرنت فيرجن، فكده احنا محتاجين نعمل ابديت فبنخلي از نيد ابديت بترو. عكس كده بقى بنخليه بفولس. طيب الالس دي بتاعت ايه؟ دي لو واحده منهم بنل، زي مثلا ان الابليكيشن ده لسه مش ببلش فهيرجع لك نل، فاحنا عشان الكيس دي نهندلها فبنرجع فول. نكمل. هنكريت فانكشن از فيرجن هاير. هنعمل اول حاجه هنحول الفيرجن بتاعنا من string لماب من انتجر. بمعنى ايه؟ بمعنى لو هينفع نكتب هنا كده، هي مثلا هي كده واحد، هي مثلا بالشكل ده، فاحنا عايزين نحولها للشكل ده بالظبط كده. ده من list of character لانتج عشان يعرف يقارن بينهم. بعدين نلوب عليهم عشان نقارن. لو البلاي ستور اعلى من الكرنت فبنرجع ترو، غير كده بنرجع فولس. هو ده اللي استخدمناه هنا. طيب الديفولت بتاعه ايه؟ فولس. دول التو فانكشن اللي احنا هنستخدمهم هنا. بقى انا قلت له قبل السكافل انا رادد هنا كده. هنا هندلنا الكيس موضوع ان هو يقارن. اول حاجه لما بيجيب التو فيرجنز وبعدين يقارن بينهم، ففي خلال الوقت ده بنقول if is loading. لو is loading بترو هنرجع السكافولد بتاعتنا بس جواها السيركولار بروجريس انديكيتور، هنخليه يلودنج لغايه ما يفيتش القيمتين دول ويقارن بينهم ويطلع لنا النتيجه. تمام. غير كده هنرجع السكافولد بتاعتنا عادي. طيب السكافولد بتاعتنا هنمسك بقى. طبعا هو خلاص كده حسب الفاليو بتاعت الاز نيد ابديت اذا كانت بترو او بفولس. هنروح بقى نقول له لو هي بترو حط لي الابديت بوب اب. غير كده ادخل على التشيكال. التشيكال دي مالكش دعوه بيها، دي في الابلكيشن بتاعي. انا بتشيك في الانبوردنج اشوفها لو بترو او بفولس. هتلاقيها في فيديو بتاع الاوتفيت اوربت اللي هو الابلكيشن بتاع الاي كوميرس، لو عايز تعرف اللوجيك بتاع الانبوردنج. ايه بقى الابديت دي الويدجت اللي هتظهر لليوزر لو انت عايزه يحدث الابليكيشن. طبعا انا حاطط له هي كلها دايلوج. تمام. طبعا ما ينفعش يعمل بوب، ما ينفعش يرجع لورا. وهنا التو تكست، وعندك زرار هنا بيروح للينك الابليكيشن بتاعك. طبعا انا مستخدم اللانش يو ار ال. الكود كله هسيبهولك تحت الفيديو عشان تعرف تستخدمه جاهز من غير اي حاجه. طبعا هنا لو حطيت انت الاي دي بتاع الابليكيشن بتاعك، هو ده اللينك ده ثابت والوحيد اللي بيتغير هو الاي دي. طيب نجرب.
بص كده جاب التو فيرجن، هو اوريدي الابلكيشن مرفوع تمام على المتجر، وجاب لك التو فيرجنز اهو زي بعض. طيب تعالى عشان نجرب نعمل ايه، نروح على السبلاش نخلي البلاي ستور فيرجن ده، هي المفروض هنا 1.1.0، هنخليه 1.1.1. المفروض كده البلاي ستور اعلى من اللي موجود من الكرنت. بص كده لودنج انديكيتور سبلاش، بعدين هو لو تقارن فهيشوف هيروح على فين، بيقول التحديث متاح. طبعا لما بتدوس تحديث الان بياخدك على المتجر عشان تحدث، طبعا مفيش بوب. بص كده هيطلع بره الابلكيشن خالص. فالطريقه دي افضل حل اننا نشوف او نجبر اليوزر انه يعمل ابديت، لسبب لو في بج ظهرت مثلا ودي في السكيورتي، فانت مضطر بسرعة تعمل ابديت، مش هتروح بقى تنزل وتقول له يلا نزل او تلف على اليوزرز، لازم تجبره انه ينزله. فده انا شايفه افضل حل. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.